الرحمن الرحيم. قناة مسك خدمات التجار والأفراد، بنتكلم عن موضوع مهم النهارده، ضربة معلم بين روسيا ومصر. اعتماد الجنيه المصري كعملة من ضمن العملات المعترف بها في روسيا، واتجاه المصانع الصينية لمصر. ايه ده اللي بتقوله؟ ايوه، هو ده اللي هيحصل. شركة فيزا كارت العالمية وقفت التعامل بالفيزا في روسيا. صحيح الفلوس اتسحبت يدوي بقى للروس وللناس اللي هناك، فرد فعل روسيا عمل ايه؟ اعترف بالجنيه المصري، عمل فيزا مشتركه بيننا وبينه اسمها مير، نقدر نسحب بيها روسي ونقدر نسحب بيها مصري. الفيزا ديت ليها مميزات كتيره قوي وفتحه خير باذن الله. طب نقول بعد العقوبات الرسميه قلناها، وعمل كارت فيزا قلناها، وده سببه الاساسي تقليل اعتماد روسيا على الدولار، وكذلك هيؤدي الى تقليل اعتماد مصر على الدولار. لما تيجي تستورد حاجه من روسيا مش هتعاملوا بالدولار، الجنيه معترف بيه، يبقى الجنيه قصاد العمله الروسيه، يبقى الدولار كده مفيش. دي اول حاجه. تاني حاجه، التوجه الصيني لمصر ليه؟ الهند حليف رئيسي للدول الغربيه، وعايزينها تبقى زي الصين وتغطي على الصين. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الشركات الصينيه بيحصل لها تضييق في الهند، خنقه في الهند، فتتوجه لمين؟ كان عندها 4 اختيارات: مصر، اندونيسيا، بنجلاديش، نيجيريا. طب اختارت مصر ليه؟ اشمعنى مصر اللي اختارتها من ده؟ اولا موضوع البنيه التحتيه، الاماكن الجاهزه وحوالين فرع القناه كله. وتالت حاجه الطرق والكباري اللي هي كانت طبعا دايما بنقول كوبري لكل مواطن في مصر، لا، الكباري والانفاق عملت ميزه لينا، ان المواصلات وبنيه تحتيه واماكن وتشجيع استثمار خلى الشركات الصينيه توجه، زي في شركه اوبو الصينيه هتقوم بتصنيع اجهزه في مصر وهتبقى شركات عملاقه. انا كده اتكلمت عن الفيزا كارت مير والشركات الصينيه. طب الفيزا كارت دي هتفيد مصر في حاجه؟ طبعا السياحه هتزيد عندنا جامد، لان السياحه متوقفه بالنسبه للدول الغربيه، مانعين من دخول الروس عندها. وكمان عشان العمله اللي كانت عندنا الدولار لازم يجيبوا دولار وسوق سودا، لا، ده هم بقى يتعاملوا بالعمله بتاعتهم مع الجنيه المصري عادي، ويحطوا الفيزا يطلعوا جنيه، يحطوا الفيزا شغالين في اي وقت في مصر هيطلعوا الجنيه بتاعهم ويقدروا يعيشوا بيه، مش محتاجين استبدال دولار مش عارف، لا، ومش محتاجين سوق سودا ويجروا على الجنيه. احنا قلنا ان هم عايزين يخلوا الصين تنزل ويرفعوا مكانها الهند. ده التحالف الغربي الهدف الاساسي بتاعه، ان الصين بسم الله ما شاء الله كده كده طريقها واضح، وهتبقى باذن الله يعني تغطي على امريكا، وامريكا فاضل لها 3 4 سنين. دي توقعات. احنا قلنا ان السوق المصري قدم بدايل خلته من بين اندونيسيا ونيجيريا وبنجلاديش. الشركات الصينيه اختارتها بنيه تحتيه، طرق وكباري، مناطق صناعيه جاهزه، مناطق صناعيه جاهزه. يعني نلخص الكلام: فيزا مشتركه بين مصر وروسيا، سياحه، توفير دولارات اللي احنا كنا بنتعامل بيها لما نيجي نستورد من روسيا، حاجات كتيره، زياده سياحه، تقليل التضخم، ما تقليل الاعتماد على الدولار يعني تقليل التضخم. يعني لو 20% من الدولارات اللي كنا بنحتاجها عشان التعامل مع روسيا خلاص ما بقناش محتاجينها. ده موضوع خطير، وزي ما بيقولوا قنبله، ضربه معلم من بوتين والسيسي. انا لو شايف حاجه غلط هقول، انا ما راجل شغال صح، بس احنا لازم نستحمل. قناه مسك الخدمات الافراد والتجار تتمنى منكم الاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.